تخيل إنك تبني سفينة مش من الخشب والمسامير، لكن من حزم البردي وأخشاب الأرز عشان تشيل تمثال وزنه يهد جبال. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة كان في سر عظيم محدش يعرفه غير النجارين المهرة. كانوا بيواجهوا تحدي أكبر من أي معركة: نقل تماثيل ضخمة عبر النيل. المشكلة إن أي سفينة عادية كانت هتغرق في اللحظة تحت الوزن ده، لكن الحل كان عبقري: طوافات عملاقة مصنوعة من حزم البردي القوي. كانوا بيستوردوا أخشاب الأرز مخصوص من بلاد بعيدة عشان تدعم الهيكل. كان كل نجار بيشتغل كأنه بيرسم لوحة فنية، كل حزمة بردي في مكانها الصح. التصميم كان لازم يوزع وزن التمثال بالتساوي عشان الطوافة ما تتقلبش. كانوا بيشتغلوا ليل ونهار تحت عين كهنة المعبد اللي مستنين التماثيل توصل. كان كل شيء طبيعياً، وفجأة هبت عاصفة طوية هددت كل شغلهم. الرياح كانت بتصرخ والأمواج بتعلى والطوافة لسه على البر. النجار الأكبر سناً بخبرته صرخ فيهم يربطوا الحبال بطريقة معينة. كانوا بيسرعوا الزمن والطبيعة عشان يحموا حلمهم. تخيل تكون في مكانهم، هتعمل إيه عشان تنقذ كل المجهود ده؟ كان النقش الصغير على قطعة خشب هو مفتاح الحل لتثبيت الطوافة. بدأوا يربطوا حزم البردي بطريقة جديدة محدش فكر فيها قبل كده. كانوا